بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نواصل مع درس الزوايا بالنسبة للسنة الأولى متوسط. اليوم بإذن الله سوف نقوم بشرح درس رسم زاوية علمى قياسها. أنا هنا كتبت رسم زاوية علمى قياسها منتصف الزاوية. درس فيديو اليوم بإذن الله سوف يكون فقط على رسم زاوية علمى قياسها، والفيديو القادم بإذن الله سوف يكون على منتصف الزاوية، هكذا حتى نعطي كل درس حقه وحتى نشرحه بتمعن وإسهاب. بالنسبة لي الدرس إذن اليوم هو رسم زاوية علمى قياسها. إذن كيف نرسم الزاوية؟ كيف نرسم الزاوية؟ شوفوا يا الولاد، أول شيء راح ننصحكم هو أنكم لازم تعرفوا تستعملوا المنقلة. شوفوا لاح عندنا هذه المنقلة العادية، المنقلة هي شفافة ما تبانش مليح. شوفوا عندنا هذه المنقلة فيها عندها زوج تدريجات. شوفوا عندها شوفوا منها الصفر، ها هو لاحظوا جيدا، صفر 10 20 30 40 هكذا حتى 180. وهناك تدريجة أخرى 0 10 20 30، فيها زوج تدريجات من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار. كيف نستعمل المنقلة؟ لاحظوا جيدا، أولا لازم نعرفوا كيف نستعملها. دوكا في الرسم نتعلموا كيف نرسمها. هذا النوع من المنقلة فيها زوج تدريجات، قلنا من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار. هناك نوع آخر من المنقلات فيها جهة واحدة، هكذا من اليسار إلى اليمين فقط، من الصفر إلى 180. هذا دائما تستعملوا الزاوية تكون هكذا، تكون دائرة للجهة اليسرى، هكذا، باش تسهلكم تستعملوا تحطوا الزائد على رأس الزاوية والصفر عند الضلع، رأس الضلع الآخر. فقط الذي أؤكد عليه بالنسبة للتلاميذ لازم تتعلموا كيف تستعملوا المنقلة، هذا مهم جدا جدا. إذا نبدأ على بركة الله بالنسبة لدرس اليوم. إذن الدرس هو عبارة عن مثال تطبيقي. قال لك أنشئ الزاوية A و B قيسها 70 درجة. حنا واش راح نديرو دوكا؟ راح ننشئوا زاوية قيسها شحال؟ 70 درجة. أول حاجة واش ندير؟ أول حاجة نرسم أحد أضلاعها. راح نرسم أحد أضلاع هذه الزاوية. لاحظوا جيدا، سوف نقوم برسم أحد أضلاع هذه الزاوية. لاحظوا جيدا هكذا. سوف أنا لا نتعمد ألا تكون الزاوية خطها مستقيم، حتى يكون كل شيء واضح. لاحظوا سوف أقوم برسم أحد أضلاعها هكذا. شوفوا مثلا وليكن هو مركزها أو، ها وراه الرأس تاعها أو، هنا يكون الرأس تاعها، وهنا بي، ولا هنا هذا الضلع أو بي. واش ندير؟ قلنا أول شيء ماذا؟ ثانيا نأخذ المنقلة ونضع رمز الزائد هذا. شوفوا يا الولاد، هذا رمز الزائد، ها هي الزائد، نحطها على رأس الزاوية، ونضع الزائد على رأس الزاوية رأس الزاوية أو، والصفر يكون عند بي، والصفر على النقطة بي. ثم لاحظوا جيدا هكذا، ركزوا معي جيدا. ها شوفوا، حطينا الأو مع رأس الزاوية هكذا، والصفر مع بي، والصفر عند بي. لاحظوا، ثم نأخذ قيس الزاوية المعطى لنا. هنا أعطي لنا قيس الزاوية 70. لاحظوا 0 10 20 30 4. أنا راني نستعمل في التدريجات هادو تحاتة، هادو الصغار. شفتوا؟ لو كان تبداو من هنا احنا راح من اليمين إلى اليسار. شوفوها، الصفر راهو تحت 180 هذه رانا نبداوها بها منها الصفر. شوفوا لاحظوا جيدا، ها هو الصفر، ها هي 10 20 30 40 50 60 70. إذا ها هي 70، ها هي 70. راح ندير هنا النقطة تاع 70 درجة. ثم ماذا أفعل؟ سوف أوصل النقطة الرأس أو بهذه النقطة التي قمت بتعيينها هكذا. لاحظوا جيدا، لاحظوا يجب أن يكون هناك دقة في الرسم، لأننا هذا درس خاص برسم الزوايا. نرسم هنا، لازم نرسم الزوايا بدقة. هذه الزاوية شحال؟ هذه هنا هي النقطة أ. خلاص هنا راني رسمت الضلع أو أ. واش ندير عليا؟ نحط هكذا، ها ورا هذا رمز الزاوية 70 درجة. 70 درجة. إذا هنا أنشأت زاوية حادة، قيسها 70 درجة. إذا قلت لكم بالدرس القادم بإذن الله سوف يكون على إنشاء منصف زاوية، لكن الآن سوف أقوم بإكمال كيفية إنشاء الزوايا. الآن سوف نتطرق إلى كيف ننشئ زاوية قائمة بالمنقلة.
كيفية إنشاء زاوية قائمة بالمنقلة. لاحظوا يعني هي بالنسبة للزاوية القائمة شيء يعني هي سهلة، لكن يعني سوف نتطرق لكل أنواع الزوايا حتى هكذا، حتى يعني تفهموا كل شيء. لاحظوا جيدا. إذا قلنا أول شيء، لاحظوا نعاودوا نفس مراحل الرسم. أول شيء نرسم الضلع. أول شيء نرسم الضلع أو ها أو بي، عفوا أو بي. رانا في نفس الشكل. ها واش نقول لك؟ أنشئ. مثلا أنشئ الزاوية أو بي قيسها 90 درجة. شو اللي هنا وكأنه مثال تطبيقي. لاحظوا جيدا. سوف نقوم بنفس المرحلة. نضع الزائد عند رأس الزاوية، والصفر على الضلع ينطبق مع الضلع بها. الصفر منطبق مع الضلع ب تماما. ثم نحسب. شوفوا 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. هي 90 درجة. 90 درجة. ثم نقوم بإيصال أو مع النقطة التي قمت برسمها. هذه النقطة. شوفوا، أتمنى أنها واضحة. لاحظوا جيدا. يجب أن تكون هناك دقة في الرسم. لاحظوا جيدا. يعني هاي شوفوا. إذا هذه النقطة هي إذا وبهذا نكون قد رسمنا الزاوية القائمة. الزاوية القائمة 90 درجة. الآن سوف نقوم برسم زاوية منفرجة. إنشاء زاوية، طريقة إنشاء زاوية منفرجة. هنا مثلا قال لك أنشئ الزاوية أو عفوا ما رانيش نحط في رمز الزاوية. إذا أو بي. هذا رمز الزاوية. قيسها مثلا وليكن كم؟ 110. قيسها 110 درجة. هذه الزاوية المنفرجة. تطرقنا إلى الدرس الفارط إلى أنواع الزوايا. نفس الشيء. أول شيء سوف نقوم برسم أحد أضلاع الزاوية، أحد أضلاعها. لاحظوا جيدا. أحد أضلاع الزاوية وليكن أو بي. هذا الرأس أو هنا، وهذا بي. نفس الشيء سوف نستعمل هكذا. لاحظوا جيدا. نضع الزائد على رأس الزاوية. نضع الزائد الموجودة هنا في المنقلة على الرأس، والصفر ينطبق تماما مع الضلع من جهة البي. ثم نحسب. إذا قلنا 110. نحسب حتى 110. شوف 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. هي دي 110. لاحظوا جيدا. 110 تكون هنا. إذا هذه النقطة تاع 110. ثم نقوم بإيصال هذه النقطة بالرأس الزاوية أو. لاحظوا. إذا سوف نقوم بإيصالها. إذا هذه هي النقطة هذه النقطة إذا هذه الزاوية كم قيسها؟ 110 درجة. إذا هذه يعني بهذا نكون تطرقنا إلى كيفية إنشاء زاوية حادة، كيفية إنشاء زاوية قائمة، وكيفية إنشاء زاوية منفرجة. إذا بالنسبة للدرس القادم بإذن الله سوف نتطرق إلى درس كيفية إنشاء منصف زاوية، وسوف نتطرق له بإسهاب بإذن الله. منصف كل أنواع الزاوية، منصف الزاوية القائمة، منصف الزاوية الحادة، منصف الزاوية المنفرجة، ومنصف الزاوية المستقيمة. إذا أتمنى أنكم قد استفدتم ولو القليل من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.